ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ مستغربين شويه من الشكل اللي ورايا عشان احنا عزلنا غيرنا المكان، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه ممكن اصور بمكان جديد عشان عزلنا يعني عزلنا في مصر ان احنا غيرنا مكان السكن من هنا لمكان تاني، فمؤقتا يعني كده عشان ما اتاخرش بس عليكم نبدا برضه نكمل في التنزيل النهارده ان شاء الله. زي ما شفتم من عنوان، هل طرق مصر الجديده اللي اتعملت بدايه من 2016 2017 مش ساعه ما السيسي مسك البلد هو كان مهتم جدا قوي بالطرق، فهل التجديدات اللي حصلت بالكباري والانفاق والطرق البنيه التحتيه عامه تفوقت على البنيه التحتيه والطرق اللي في المغرب، ولا لسه المغرب من زمان الدنيا كويسه، البنيه التحتيه كويسه، طرق كويسه، ترميم من حين لاخر، انما مصر انفجرت بقى من ساعه 2016 كده، طرق بقى جديده وسفلته والدنيا كانت كبيره قوي ساعتها. فهنشوف هل وصلت وتفوقت على البنيه التحتيه او الطرق اللي في المغرب ولا لسه، ولا المغرب احسن ولا ايه. هنقول راينا بكل صراحه عشان ما حدش يقول انت متحيز ولا بتاع. فقبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتب رايك في التعليقات تحت، وربنا يا رب يكرم واستعنا على الشقه بالله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بك في قناتكم موروكو 2030. سنشاهد في هذا الفيديو المشروع الملكي الكبير الذي يوجد في مراحله النهائية، إذ بلغت نسبة الإنجاز به 79%، حيث تم فتح 980 كيلومترا و15 منشأة فنية كبرى في وجه حركة السير. ابقوا معنا ولا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. بس هل التوسعات الكبيره مثلا اللي في المغرب من حيث الطرق والحاجات دي ضروريه ومهمه؟ اصل المغرب برضه تعدادها 38 مليون نسمه ومساحتها كويسه مناسبه، وفي توزيع سكاني وجغرافي كويس في المغرب. هل هي ضروريه ولا مش ضروريه؟ ايه رايكم؟ انا شايف الصراحه ان المغرب مش زحمه زي مصر، فمصر كان ضروري وحتما ولازم يعمل شبكه طرق جديده، لان الشبكه الطرق القديمه بقت متهالكه او مش نفس السعه. لازم يكبر الطرق لان انت عارف السكان واستخدام العربيات والمركبات عندنا في مصر بمعدل كبير، فكان لازم بس اعتقد المغرب برضو لازم، لانها برضو غير كده تستقطب سياح، وبالذات حوار كاس العالم 2030، فلازم تبقى مجهزه باعلى مستوى عشان تدي صوره مشرفه عن البلد. فاعتقد ده التخطيط بتاعها. مش عارف بقى هل التطورات دي بدات من زمان ولا عشان كاس العالم وكحته الطرق دي؟ قولوا لي يا جماعه تحت في التعليقات. على بركة الله. الطريق السريع تزنيت الداخلة الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء. أصبح الطريق السريع الذي يربط بين تيزنيت والداخلة شبه جاهز، ومن المتوقع افتتاحه بالكامل قريبا بعد انتهاء الأعمال الرئيسية فيه. وفقا لتقرير نشرته جريدة الأخبار، تبقى فقط بعض الأعمال البسيطة مثل التشوير الأفقي والعمودي جارية في المقاطع المتبقية بين تيزنيت وكلميم، خاصة في مناطق سيدي إفني وكلميم. هل بقى تيزنيت والدخل ده اعتقد في الصحراء عشان يربط ما بين الصحراء لوسط المغرب لجنوب لشمال لكل الطرق؟ اعتقد لا الدنيا كويسه. وهل في الصحراء يا جماعه في، يعني انا عارف ان فيها صراع وفيها بتاع، بس هل يعني فيها مثلا مكان للسياحه، ولا هلاقي فيها البلوزاريو، ولا مش عارف برضه عشان ما عنديش خلفيه كبيره قوي يعني هناك مدن؟ هل مثلا هناك هتلاقي ماتشات كاس عالم مثلا هناك في الصحراء، مثلا في استادات في سياحيه او فنادق حاجات زي كده، ولا هيبقى فيها مثلا صراعات حاجات زي كده؟ قولوا يا جماعه تحت في التعليقات لان النقطه دي ناقصاني. هل هي مثلا اروح عادي ولا اروح كسايح انبسط هناك؟ يتم حاليا إنشاء مخارج ومداخل جديدة لتسهيل وصول القرى والمناطق المجاورة للطريق السريع، استجابة لاحتجاجات السكان المحليين الذين طالبوا بمزيد من المخارج بعد الانتهاء من بعض المحاور. على سبيل المثال، يجري حاليا إنشاء مدخل لجماعة الكصاب تاكوست. وكشف مصدر مطلع للجريدة أن بعض الجماعات الترابية لم تتخذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب لإنشاء هذه المخارج، مما استدعى إعادة دراسة المشروع ورفع تكلفة الإنشاء وتأخير تسليم بعض المقاطع. تم رفع مستوى الطريق في بعض المناطق لإنشاء ممرات تحت الطريق للوصول إلى القرى المجاورة. وفي الوقت الراهن تتواصل عمليات التشوير في 3 مقاطع ضمن جهة كلميم ودنون، وهي المقاطع التي لا تزال تعيق إتمام المشروع بالكامل. ويتوقع أن يتم افتتاح الطريق السريع بشكل كامل بالتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء أو في عيد الاستقلال.
حتى الآن تم الانتهاء من 5 مقاطع طرقية في جهة كلميم وادي النون من أصل 8، ومن المنتظر الانتهاء من الأشغال في المقاطع ال3 المتبقية قريباً. وتظهر التقارير أن الأشغال تقدمت بشكل ملحوظ بعد زيادة عدد الآليات لتسريع وتيرة العمل. في المجمل تم افتتاح 950 كيلومتراً من الطريق السريع أمام حركة السير، حيث انتهت الأشغال بالكامل في جهة العيون الساقية الحمراء، كما اكتملت التوسعات بين العيون والداخلة، بينما لا تزال 3 مقاطع في جهة كلميم وادي نون قيد الإنجاز. يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا، وقد شكل هذا المشروع موضوع اتفاق. 1055 كيلومتر ازاي يعني معقولة؟ الطول ما بنتكلمش عن مساحة المغرب، لا طول الطريق. يعني مصر اللي اعرفها هي طولها من شمالها لجنوبها، مثلا لو خدتها طريق مثلا من اسكندرية من الشمال لغاية أسوان من الجنوب 1000 أو 1050 كيلو متر، يعني حاجة في 1000 كده، 1000 كيلو، فاللي هي 1050. يعني المغرب ممكن تكون أطول، لأن هي طبعا هي اما اشوفها على الخريطه والموقع الجغرافي هتلاقي كده زي رفيعه كده بس مطوله نازله تحت كده بقى من مطله مع البحر المتوسط وعلى المحيط وكده، فاعتقد منطقي من شمال المغرب لغايه الجنوب ده قصده. وقد شكل هذا المشروع موضوع اتفاقية شراكة وقعت شهر فبراير 2015 بين 3 وزارات، هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فضلاً عن 4 جهات، وذلك بمبلغ إجمالي يناهز 8.5 مليار درهم. وقد حددت الاتفاقية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، حيث انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2019، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنة 2017 و2019، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017، حيث توجد هذه الأشغال في طور الإنجاز. ويتم إنجاز المشروع على جزئين منفصلين، حيث يتصف كل جزء منهما بخاصيات تقنية وطبيعية وسوسيو اقتصادية مختلفة يمكن تقديمها كالتالي: الطريق السريع بين تزنيت والعيون المتكونة. بس الطريق اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه مثلا اللي في الصوره ده، مش هو ده هيتجدد ولا ده اتجدد ولا ايه؟ بص شكله عامل ازاي. اعتقد ده لسه هيتجدد، لان لو اتجددوا بالشكل ده اعتقد حلو الصراحه، يعني اعتقد لسه هيتجدد يعني. بس المشكله هو وصلت اشغاله ل 98%، فاعتقد ده مثلا الطريق ده اتعمل الموصل من المنطقتين دول من مقطع تزنيت كلميم بين النقطة الكيلومترية 0 والنقطة الكيلومترية حاجه زي كده، زي ما انتم شايفينها كده. الحاجات دي يا جماعه لسه اتعمل ولا اتعملت ومثلا وطربت عشان حولها صحراء لسه ما اتعمرتش، فاهم؟ ده امر طبيعي يعني، بس المنظر كده ما انا شايف مش احسن حاجه. ف كل واحد يقول رايه بصراحه يا جماعه. برضه في فيديو مصر هقول لكم نفس النقط دي. هو 114 مع مدار لمدينة تزنيت ومدينة كلميم ومقطع كلميم العيون بين النقطة الكيلومترية 0 والنقطة الكيلومترية 114 الكيلومترية 114 و520، وهو مقطع مجاور للطريق الوطنية رقم 1 مع بعض التعديلات في المسار عند مصادفة إكراهات كالتضاريس والمنحدرات الخطيرة والانعراجات الكبيرة وغيرها. توسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينتي العيون والداخلة، النقطة الكيلومترية 1040 من خلال توسعة وتحسين جودة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة مرورا ببوجدور. كما يتضمن المشروع إنجاز 13 منشأة فنية وتثنية 3 منشآت فنية، وإنجاز مدارات للمدن التي ستعبرها الطريق السريع تزنيت وكلميم وطنطان والوطية والعيون. خدت بالكم ان هي موصله لكام منطقه، واعتقد ده احسن نقطه ان عمل طرق موصله لمناطق، بس مش عارف المناطق دي انا اول مره اسمع عنها، عكس مثلا كازابلانكا ولا طنجة ولا مراكش ولا المدن. اعتقد دي مدن اصغر من المدن الكبيره اللي احنا عارفينها على ما اعتقد. ويروم هذا المشروع المهيكل إلى تزويد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمحور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة. كما تهدف هذه الطريق السريعة إلى تقليص مدة التنقل وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب مع تحسين الفيضانات وزحف الرمال وتسهيل
لتسهيل نقل البضائع. زحف الرمال هي دي اللي بكلمك عليها، عشان حواليها صحراء وكده، فهتلاقي الرملة بتزحف، ولو الجو مثلا شتاء وفي هوا كتير ملهاش حل. هو انت بترصفها وتسيبها كده خلاص، انت عملت اللي عليك بقى، تقعد فترة كده وترصفها تاني. بس شايفين بقى الطريق ده؟ بقى الطريق ده 10/10 يعني طريق. بص النظافة، بص الحداثة وشكله عامل ازاي، حتى برضه عشان جنبيه زرع يعني خضار الى حد ما مش كتير، بس اعتقد ده سبب من اسباب ان ما فيهوش رمال حوالين الطرق وكده، مديها منظر مش حلو. لا بص المنظر هنا عامل ازاي، اتكلم بصراحه زي ما احنا شغالين. من والى مدن الجنوب، مع تحسين الربط مع اهم المراكز الوطنيه للانتاج والتوزيع، فضلا عن خلق باحات استراحه ومواقف للشاحنات. هذه الطريق التي ستكون بمثابة رافعة هامة للاستثمارات ستمكن من التأثير بشكل إيجابي ومباشر على ساكنة المنطقة التي يقدر عددها ب2,200,000 نسمة موزعة على 10 أقاليم، كما ستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية ل4 جهات من المملكة: منطقة سوس ماسة وكلميم، وادي نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب. وذكر السيد وزير التجهيز والماء على أن هذا المشروع المهيكل يتكون من 3 محاور رئيسية تتمثل فيه: محور تزنية كلميم، ويعتبر الأصعب على طول 114 كيلومتر بتكلفة تقدر ب1,000,000,000 درهم، إذ تبلغ نسبة تقدم الأشغال به 87%، وتعمل وزارة التجهيز والماء جاهدة لإنهاء الأشغال قبل متم هذه السنة. محور كلميم العيون على طول 441 كيلومترا بتكلفة 6 مليارات درهم، وقد فتح 6 مليارات درهم يعني كام؟ يعتبر تقريبا نص مليار دولار تكلفه. يا جماعه الحاجات دي انا اكتشفت اللي هي بتكلف جامد والله، بس فاهم نتائجها لسه موجوده يعني. وهل عندكم يا جماعه كارته زي عندنا؟ يعني عندنا مثلا احنا في القاهره عايز اروح اسكندريه بعدي على بوابات اسمها احنا بنسميها بوابه او كارته يعني عادي، فالكارته دي بندفع فيها 10 جنيه 15 جنيه، رسوم بسيطه طبعا، بس ما يخش عربيات كتير فبتجيب رسوم كتير للدوله، يعني حاجه مش وحشه، حاجه طبيعيه. عندكم نفس النظام ده؟ لان في كارته كل لما مثلا انت من كازابلانكا تروح طنجه تروح مراكش مثلا بعد، فما تعدي مثلا تخش المدينه يبقى في بوابه كده عليها كارته تاخد تدي مثلا 2 درهم 3 درهم، ولا ما عندكوش؟ اعتقد عندكم، اعتقد انا شفت فيديو كان كام، كان غالي، ده كان 40 درهم حاجه. كنت عامل فيديو وكان بيتكلم حوالين الكارتات او الرسوم حاجه زي كده، وعرفت ان عندكم بتدفعوا مبلغ اعتقد كبير شويه، فوضحوا لي برضه تحت في التعليقات. انا قلت لكم عندنا مثلا كام، مثلا 15 جنيه 20 جنيه حد اقصى ما اقول لك 4 درهم 3 درهم بالكثير. حركة السير تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. محور العيون الداخلة على مسافة 500 كيلومتر وبتكلفة 1,000,000,000 درهم، وقد فتح في وجه حركة السير كليا قبل 2 سنين. وفي الأخير أبرز السيد نزار بركة أن فتح هذه المحاور وقع كبير لخفض مدة وتكلفة التنقل، حيث حولت السفر بهذا الشريان المتكامل ذو المعايير الدولية من مشقة إلى متعة بفضل مكوناته والمناظر الخلابة للمناطق الجنوبية. هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. خلصنا اول فيديو بتاع المغرب، شفنا النظام ماشي ازاي. الصراحه الدنيا حلوه زي ما قلت لكم، بس في طرق اللي حواليها صحراء بيحصل لها زي ما هو قال. الصراحه قال الكلمه الصح والمصطلح الصح، زحف الرمال دي بتاثر على جماليه الطرق وبتاثر على العجلات. لو انت ماشي على سرعه ولا قدر الله فرملت ممكن ما تفرملش معاك، تفضل تتزحلق لا قدر الله، ممكن يحصل حادثه. فدي برده مشكله يعني، اعتقد لازم يبقى ليها حل يعني. هنشوف بقى الفيديو بتاع مصر والتجديد اللي حصل في مصر، وهل شبه اللي حدث في المغرب ولا احسن ولا اقل، هنشوف مع بعض يلا نبدا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تحيا مصر الجديده، والنهارده هنتكلم عن شرايين التنميه اللي غيرت شكل الحياه في مصر. الطرق والكباري اللي بتربط الناس ببعض وبتفتح ابواب رزق وبتقرب المسافات بين الاحلام والواقع. بص الطرق اهي، بص الطرق عندنا في مصر، بص شايف حلوه قوي، حد بالذات جنب اللي فيها زرع فتلاقي الدنيا نظيفه مفيش تراب. الطرق بقى اللي اتعملت جديده وفي وسط الصحراء، مثلا طرق مثلا سفر من هنا للصعيد من هنا لاي حته، هتلاقي فيها زحف رمال ووضع نفس، يعني في طبيعه جغرافيه مشابهه قوي بيننا احنا الاثنين مصر والمغرب. الاستثمار في البنيه التحتيه ما كانش رفاهيه، كان ضروره امن قومي.
من 2014 وتحديدا من لحظة ما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وماكينات التنمية ما وقفتش أبدا، وعلى رأس القطاعات اللي حصل فيها طفرة حقيقية. شايفين؟ انا بتكلم بصراحه، مصر مش في اخر الفيديو هقول لكم الترتيب العالمي فين من مصر والطرق، بس مصر والمغرب، بس اعتقد والله ما تحيز، بس احنا صرفنا كميه فلوس. يعني بص بيقول المشروع اللي في المغرب اتصرف عليه نص مليار، احنا ممكن صرفنا 20 مليار دولار على الطرق والكباري، تكلفه كبيره، سواء بقى الاجنه ثمارها وكانت مفيده فعلا، سواء واللي كانت كماليه مش ضروريه، بس عامه اوفر اول يعني الدنيا معموله بطريقه حلوه قوي. هي كان قطاع النقل، وخصوصا الطرق والكباري والأنفاق. وده ليه؟ لأن البنية التحتية القوية هي الأساس لأي تنمية حقيقية. زمان قطاع الطرق والكباري في مصر كان بيعاني من الإهمال، والنتيجة كانت آلاف الحوادث وتأخير في التنمية وخسارة اقتصادية ضخمة. لكن النهاردة الوضع اتغير تماما، ومصر أصبحت تنافس عالميا في مشروعات الطرق. تطوير الطرق مش بس شغل ترميم أو إصلاح، احنا بنتكلم عن إعادة رسم خريطة مصر من أول وجديد، وتطوير ورفع كفاءة أكتر من 10,000 كيلومتر من الطرق القديمة. عاوزة أقول لكم إن في خلال 10 سنين بس، ومن 2014 لحد 2024 اتنفذ في مصر مشروع قومي عملاق للطرق بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل زمن الرحلات، وتوفير الوقود، وتقليل التلوث. الدولة حققت إنجاز ضخم في ملف الطرق، وبقى واقع ملموس على زي ما انتم شايفين. بصوا الشبكه عامله ازاي. انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ النقطه بقى ان بين مصر والمغرب دلوقتي ان مصر تقريبا الطرق دي خلاص شبه اتعملت، ولو بيحصل حاجات جديده في حاجات كماليه وحاجات زياده، فالاساسيه اتعملت والصرف حصل. في المغرب لسه في حاجات ما خلصتش، زي ما الفيديو اللي فات قال مكتوب 98، بس في طرق لسه 70%، في طرق لسه اعلى، في طرق اقل. فدي النقطه بقى. بس عامه ككاس عالم 30 المغرب طبعا تلحق، فان هي تظبط دنيتها يعني. الأرض من خلال استثمارات وصلت ل 530 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري. تم التخطيط لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، وفعليا تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كيلومتر حتى نهاية 2024، وجاري العمل على 700 كيلومتر المتبقية. عارف 530 مليار مثلا بدلوقتي عامله بالظبط 11 مليار دولار، والمغرب صرف نص مليار دولار، انا بكلمك تقريبا يعني. كمان تم تطوير ورفع كفاءة 10,000 كيلومتر من الطرق القديمة. تم الانتهاء من 8400 كيلومتر منها، والباقي تحت التنفيذ، وكل ده ضمن رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة النقل في مصر. وكان من أبرز المشروعات اللي اتنفذت طريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومتر، كمان الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومتر، وطريق توشكا شرق العوينات بطول 359 كيلومتر، وكمان شبرا، بنها الحر، بني سويف، الزعفرانة، الزقازيق، السنبلاوين، وغيرهم كتير. مش بس كده، الدولة كمان قامت بتطوير الطرق القديمة زي تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير طريق الصعيد الغربي بطول 290 كيلومتر، وتطوير طرق الوادي الجديد وسفاجة، مرسى علم وأكتوبر، الواحات والقاهرة والسويس. كمان كان من أهم الإنجازات كان ربط شرق النيل بغربه من خلال محاور عريضة عملاقة. قبل 2014 كان عدد محاور النيل 38 محور بس، ولكن النهاردة وصلوا لحوالي 73 محور، زي تحيا مصر وصملوط وعدلي منصور وطما وقوس وكلبشة، دار السلام وغيرها. المحاور دي مش بس بتسهل الحركة بين شرق وغرب الدلتا والصعيد، لكنها كمان أنقذت أرواح وقللت زمن الرحلة وخلقت فرص استثمارية وتنموية ضخمة. حصل احنا مثلا زمان كنا بنروح من القاهرة للصعيد
7-8 ساعات وراجع مع جدي الله يرحمه، يعني اتمنى تدعوا له بالرحمه. هو كان ما بيمشيش على اعلى سرعه، بس الطريق فعلا كان طويل. اخر مره برضه ما رحت برضه مع جدي كان خدنا مثلا نقول 4 ساعات، فاختصر تقريبا تلتين مش عايز اقول نص المسافه ممكن. غير كده مثلا لو انا رحت مثلا في عربيه مثلا تويوتا او ميكروباص دلوقتي وسريع بقى وسلكاوي، ده ممكن يوصلني في 3 ساعات. فالصراحه لا، الطرق دي الدنيا بقت اسرع فعلا، فاهم؟ افادت جدا ووفرت وقت، بدل ما كنت بتضيع وقت كتير في المواصلات، لا يا باشا تك تك على طول. يعني بس نخلص من الزحمه اللي في مصر دي وعلى الطريق، بص البلد دي هتبقى زي الفل، بالذات اللي في القاهره. الزحمه اللي في القاهره دي مميته. ما ننساش الكباري العملاقة اللي بقت رمز للنهضة، زي محور الفريق إبراهيم العرابي ومحور رود الفرج اللي دخل موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم، وكوبري تحيا مصر، ومحور 26 يوليو الجديد، ومحور عدلي منصور وغيرهم. كلها شرايين حياة بتغير وجه القاهرة الكبرى ومداخلها ومخارجها. عاوزة أقول لكم كان المستهدف تنفيذ 1000 كوبري ونفق، اتنفذ منها 945 كوبري ونفق بأعلى المواصفات العالمية لتسهيل الحركة وتقليل الحوادث لغاية 2024. كمان الدولة اهتمت بتطوير الطرق داخل المحافظات، وتم رفع كفاءة 38 ألف كيلومتر من الطرق المحلية، وتم استخدام أحدث تقنيات إعادة تدوير الرصف لتوفير الوقت والتكلفة والحفاظ على البيئة. مش بس كده، مبادرة حياة كريمة ليها نصيبها من تطوير الطرق، وتم التخطيط لتطوير 2900 كيلومتر من الطرق في القرى والمراكز ضمن المبادرة. كل الإنجازات دي خدمت المبادرات القومية، واللي ما كانتش هتنجح في توصيل الخدمات لأكتر من 4500 قرية من غير شبكة طرق حديثة. ومع الطرق جت كمان المنظومة الذكية، بوابات إلكترونية، كاميرات مراقبة، خدمات إسعاف وطوارئ، وكل ده بيهدف لتقليل الحوادث وحماية الأرواح وزيادة معدلات الأمان على الطرق. احنا النهاردة بنوثق رحلة وطن بيعيد بناء نفسه بإيدين ولاده، خطوة بخطوة، مشروع بمشروع، وشبكة الطرق والكباري اللي خلت المشروعات دي ممكنة. الدولة المصرية كانت شايفة المستقبل ومصممة تجهز له البنية اللي يستحقها. اللي اتعمل في 10 سنين في مجال الطرق والكباري هو طفرة مش مسبوقة، طفرة بتمهد لبكرة وبتفتح أبواب جديدة للاستثمار والتنمية والتصدير، وبتحافظ على حياة المواطنين. بنية وطنية لما تبني طريق تبني أمل، ولما تفتح محور تفتح فرصة. علشان كده احنا فعلا والله الكلام ده فعلا، لان انا لما اسيب مثلا كل الطرق وكل الحاجات دي مثلا في القاهره، عكس لما ابدا اتوسع بطرق ومحاور جديده، ففي مساحه تتخلق جديده، ناس تسكن جديد، ناس مستثمرين يجوا مثلا يبنوا منشآت ويبنوا ايا كان البنيات، مصانع ايا كان. اما الاقي شبكه طرق سهله اوصل بضاعتي انا كمستثمر من هنا للموزع، لا فدي حاجات هتبدا تخليني ماشي، طب ما انا اعمل هنا مثلا حلو. فالحاجات دي بتخلي برضو المستثمر يجد ان مصر بعد التوسعات وبعد التعديلات دي فرصه كويسه للاستثمار، ان هي الدنيا سهله شويه، فاهم؟ يا رب بس ما يجيبليش سترايك، بس مخالفه. اتمنى انا حاسس الفيديو ده فيه موسيقى وصوت الست دي مزعج اساسا اللي في الصوت ده، بس يلا ما علينا. انتوا ايه رايكم؟ انا عن نفسي هتكلم بصراحه، ممكن مثلا الصراحه طرق مصر احسن، والله ما عشان مصر بس، انتوا شفتوا الصرف، فرق في الصرف، فرق في الانتاج، فرق في المساحه، فالدنيا دي كلها بتفرق. اهو جبت لكم ترتيب جوده طرق مصر، قفزت 100 مركز من اللي كنا تقريبا 118 بقينا 18. انت متخيل الفرق؟ والمغرب 48 في جوده الطرق. هي دي بقى النقطه اللي انا بقول لكم عليها. لا مصر فرقت قوي يا جماعه. وبنتكلم كلنا بصراحه ان ما جينا حوار المحطات قلنا المغرب، يعني برضو مش عايز اعيد كل الاسطوانه دي كل شويه، بس بنتكلم بصراحه البلد ده احسن اقول، البلد دي احسن اقول. بس فاهم حاجه، احنا كل البلد بتتطور، بالذات الدول العربيه، نعيش يعني يبقى جوده العيش احسن في البلد يعني على الكل ان شاء الله باذن الله. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، وان شاء الله الاستوديو ده مش عارف هيتكرر تاني ولا لا، بس ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده هنكون نقلنا وصورنا في المكان الجديد. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا رايكم في التعليقات تحت، واحلى مسا عليكم.